هنعمل مع بعض النهارده يا بنات الصينيه دي. صينيه جامده قوي بالفراخ بطريقه بسيطه وسهله جدا جدا من غير اي مجهود خالص ولا تعب. عندي شويه دبابيس وعملت معاهم صدر كده. هنعمل بيهم غدا النهارده حلوين قوي زي الفل، وكم بصلايه كده وشويه فلفل الوان وطماطمايه. ما عملناش اي حاجه فيهم، حاجات سهله كده وبسيطه وزي الفل، حاجات من البيت يعني. وعملنا وجبه حلوه قوي بسيطه وخفيفه، ان شاء الله تعجبكم وتبقى سهله عليكم. بس قبل ما ندخل نشوف الوصفه بتاعتنا النهارده، حبايب قلبي اللي معايا ما ينسوش يحطوا لايك للفيديو، وحبايبي اللي اول مره يشوفوني يحطوا لي لايك، وما ينسوش ينزلوا يفعلوا الجرس علشان يوصل لهم كل جديد ان شاء الله نعمله باذن الله. ويا رب النهارده الفيديو يبقى خفيف عليكم وابقى عند حسن ظنكم. تعالوا معايا كده نشوف احنا عملنا ازاي الصينيه الجامده دي ازاي النهارده وبابسط طريقه. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير كلكم. النهارده نعمل مع بعض وصفه حلوه جميله جدا ان شاء الله تعجبكم وتبقى سهله عليكم. عندي هنا دبابيس فراخ او فراخ متقطعه زي ما بتحبي. عندي هنا حوالي 5 فصوص توم حلوين كده مفرومين، طبعا كان في الفريزر انتوا عارفين. وعندي 4 بصلات كبار انا مقطعاهم تقطيعه كبيره كده ماشي. عندي فلفل الوان كان في الفريزر. عندي 1 رومي، عندي 1 حامي ماشي. عندي ليمونه، عندي طماطمتين 2 متوسطين مقطعهم كده مكعبات. عندي هنا 1 مكعب مرق. عندي بهارات فراخ، عندي بابريكا، عندي فلفل اسمر، عندي حبهان ولوري، وعندي زعتر، وعندي ملح. تمام كده. اول حاجه هنعملها نحط كل البهارات بتاعتنا هنا كده. وعندي طبعا معلقه سمنه ماشي. هنحط كل البهارات بتاعتنا هنا الاول كده. ونعمل ايه بقى؟ نعمل كده ونمسك البصل بتاعنا ده الاول. وصفه سهله وبسيطه ومن غير اي مجهود. مستعجله كده تعملي الفراخ بالطريقه دي حلوه جدا جدا ماشي. هنمسك البصل كويس قوي قوي، يدعكيه كويس بالبهارات. خلي ريحه البهارات تطلع كده مع البصل، حاجه كده يبقى زي الفل. والثوم بقى كمان والكلام ده كله هو ايه، اكل عندنا زي الفل ماشي. اهو زي ما انتم شايفين كده ادعكي كده. كده انا دبلت البصلايه خالص بايدي وانا بدعكها كده. دبلي البصل على قد ما تقدري اهو ماشي. هنحط بقى ايه الفلفل الالوان ده، طبعا ده كان في الفريزر. وهنحط الطماطم والفلفل، واحده الفلفل الرومي. عندك فلفل رومي برده في الفريزر عادي جدا كده. وهنقطع الحامي ده عليه. اللي مش حابب يحطه طبعا ما يحطهوش، ده اختياري طبعا، بس هو هيخلي الفراخ النهارده بتاعتنا زي الفل، هيخليها حلوه جدا جدا ماشي. كده قطعناها كده. الليمونه بقى مش هعصرها دلوقتي خالص، قبل ما ادخل الفراخ بتاعتنا الفرن هعصر الليمونه عليها ماشي. اهو عملنا خلطه حلوه قوي قوي للفراخ اهي. تتبيله جميله جدا وجامده، وريحه بس مش عايزه اقول لكم ريحه البهارات مع البصل والثوم مش عايزه اقول لكم جامده اهو كده. خلاص كده هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا ونمسكها كده نبهرها كلها ونتبلها في الكلام ده كله كده. انا عندي دبابيس والحقيقه عامله صدر واحد بس عشان في حد عندي مش بيحب الوراك يعني، فانا عامله دبوس صدر وقطعه 2 كده. همسك الفراخ كلها بقى اتبلها كده مع بعضها. وهعمل ايه؟ هحط الفراخ دي على البوتاجاز ماشي. نحط معلقه السمنه بتاعتنا الاول عليها، وهنحط الفراخ دي على البوتاجاز. وهحط نص كوبايه ميه، نص، مش هحط اكتر من كده. كوبايه ميه، نص كوبايه ميه ايه من بتاعه الشاي، نص مج من بتاع الشاي بتاعنا
مش هحط اكتر من كده. تاخد غلوتين بقى على البوتاجاز بالطريقه دي كده. ادي بس الدنيا دي كده تمام. وادي الليمونه بتاعتنا، مش هنعصرها دلوقتي، هنعصر الليمونه بتاعتنا امتى؟ قلنا لما نيجي ندخل فراخ الفرن. تمام. هنحط معلقه السمنه بتاعتنا على وشها كده، وبعدين هنحطها على البوتاجاز بقى ونشوف نغليها. انا هغليها غلوتين كده على البوتاجاز. تمام. وبعدين هدخلها الفرن. اللي حابب يدخلها الفرن تستوي في الفرن على طول يدخلها عادي جدا، مفيش اي مشكله. بس انا مش هحط، انا عايزه يعني تختصر لي الوقت واضمن برضو، بحطها شويه على البوتاجاز. اهدي السمنه بتاعتي، معلقه واحده بس كفايه جدا، حلو قوي. تمام كده. بس مش هعمل حاجه تاني غير ان هحطها على البوتاجاز تغلي غلوتين، وبعدين هجيبها وهتشوفوها تاني ان شاء الله وانا بعصر عليها الليمون ده اول ما ادخلها الفرن. وصفه النهارده حلوه جدا وسهله وبسيطه وسريعه جدا، ومش بتاخد اي وقت معانا خالص. انا هحطها على البوتاجاز وبعدين هوريها لكم قبل ما ادخلها الفرن ونعصر الليمون عليها ان شاء الله مع بعض. خليكم معايا ما تروحوش في اي حته. ادي الصينيه بتاعتي اهي يا بنات، انا غليتها غلوتين اللي قلت لكم عليها. هعصر الليمون بقى بتاعي كده، هعصر الليمونه واخدها ادخلها على الفرن. تمام كده. واستنوني ما تروحوش في اي حته، انا هطلعها من الفرن وارجع لكم تاني. استنوني. ادي يا بنات الصينيه بتاعتي اهي عملتها بالتليفون، شايفين جميله قد ايه، وشفتوا قد ايه سهله وبسيطه. حاجه كده سهله وبسيطه وسريعه، متاخدش معاكم اي وقت خالص خالص خالص، والنتيجه زي الفل. وطعمها ريحتها مش عايزه اقول لكم على ريحتها وطعمها عامل ازاي. بس اهم حاجه فيها البصلايه اللي احنا مسكناها دعكناها بالبهارات دي الاول. امسكيها دعكيها كويس قوي لحد ما تدبل معاكي زي ما شفتي كده. انا عملتها ازاي لحد ما تدبل خالص خالص وتبقى حلوه كده وتبدا تطلع ميتها، علشان لما نحط الفراخ بتاعتنا فيها تبدا تدي الفراخ على طول ريحتها وتاخدها منها كده وتبقى ريحتها جميله وطعمها كمان جميل جدا جدا جدا. يلا بسرعه بقى اعملوها، بالذات الناس اللي بتشتغل، يعني الطريقه دي سهله وبسيطه قوي قوي عليهم. بتاخدش اي وقت خالص ولا مجهود، حاجه كده سريعه في السريع يعني. بسرعه اعملوها يلا وقولوا ايه رايكم. ويا رب اكون النهارده كنت ضيفه خفيفه عليكم واكون فدتكم النهارده. ولو كان فيديو النهارده عجبكم ما تنسونيش في الشير واللايك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.